السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ورجعنا بفيديو جامد 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 جامد، والله العظيم بجد جامد، وانا مبسوطة قوي من نفسي عشان الفيديو ده. ليه بقى؟ كل ما اروح السوق الاقي حد بيبيع سردين، تمام، فانا بكون نفسي فيه قوي. اجي اشتري اقول لا، ما انا مش عارفه هم عاملينه حلو ولا ايه، ولا بصوا احنا نجيب ونعمل في البيت. اشتريت السهلية الصغيرة دي، واشتريت السردين البلدي، وقلت ايه، يلا نعمل في البيت. ما عملته؟ لا، انا مش حد هياكل معايا، انا بس اللي هاكل ده، وان شاء الله النهارده وازازه بيبسي صغيره كده، والدنيا هتتظبط الحمد لله. عملت العظمه دي ازاي يا ام ندى؟ والله العظيم حاجه، بصوا، في ثانيه، بس 3 ايام وتاكل مني حاجه كده ايه. مش عارفه اقول لكم ازاي، بس طعمها حلو، وحلو قوي كمان، والملح بتاعها مظبوط جدا. يلا خشوا شوفوا الفيديو، وحطوا لنا لايكات كتير واشتراكات، وفعلوا لنا الجرس. وموجوده كتير اليومين دول في السوق، ورخيصه، كيلو ب30 جنيه. هو ال30 جنيه بالنسبه لي فلوس، والله مش رخص، بس يعني احنا لازم نقول كده شو يعني للسمك عشان الناس تشتريها. نعمل ايه بقى؟ 30 جنيه، والبسارية ب20 جنيه. هتعملي حاجات جميلة منها. وكمان انا اخدت بمعلقة ناشفة، متكونش مبلولة مية، واخدته بعد ما ان شاء الله يعني اكتفي اني اكتفيت، هقفل ده كله كده وارجعه تاني التلاجة، لان انت بتحطيه 3 ايام، يومين بره، وبعد كده بعد اليومين بتحطيه فيهم في التلاجة. 3 ايام تقدري تاكلي منه، تمام. ملحه مظبوط جدا. ما تخشوا تشوفوا الفيديو، يلا بينا نبدأ نخش نشوف الفيديو. بس ايه، طعم تحفة تحفة، مش قادرة اوصف لكم الحلاوة، وفي نفس الوقت مش عايزة ابطل ان انا اكل، والله بكلمكم بجد. الملح مظبوط جدا، مش حادق، لا مظبوط، ومش قليل ملح. شايفين؟ بذمتكم شايفين حاجة كده؟ يعني بصوا، مش هتعمل الا كده بجد والله. ماشي، يلا بقى خشوا شوفوا الفيديو. وعيش بلدي، ما لقيتش بلدي، عيش ابيض وبصل وجرجير وليمون، واديها ما تحرمهاش. يلا نشوف الفيديو. هنا بقى جبت اللهم صل وسلم عليك يا سيدنا محمد، كيلو سمك سردينة. احطه في المصفى واغسله غسله حلوه كده وبالراحه، ما يعني ايه، احاول ان انا ما هريش فيه كتير. وبعد كده برضو اروح حاطاه في المصفى واسيبه يصفي ميته خالص، لازم يصفي ميته، لازم. يعني ايه، انا ما بفضلش فكره ان انا يعني استعمل حاجه من غير ما اغسلها، لا لازم اغسلها كده. حطيته يصفي ميته، وفي نفس الوقت برضو هنشفه، مش هسيبه كده برضو. والبسارية بقى بالراحة كده، هي بس الفيديو متسرع باين ان انا بعمل بسرعة. بالراحة كده، حسسي على الحاجة بالراحة لحد لما المية تنزل معاكي، مية رايقة ونضيفة. سبتها تصفي ميتها خالص خالص. وبعد كده بقى بالمنديل بتاع المطبخ، وتبدأي تنشفي. بصوا بس بالراحة برضو، يعني عاملي السمكة كأنك بتحسسي عليها كده. خلاص. وبرضو البسارية هنعمل فيها نفس النظام برضو بالمنديل كده وننشف. انا قعدت اقلب كام مرة السمك كده في الطبق عشان ايه، انشف برضو. معايا هنا ايه في الطبق التاني 3 معالق ملح، ومعلقة بابريكا، ومعلقة شطة، ومعلقة كركم، معلقة كركم صغير. هبدأ بقى احط برضو كده على السمك. حسيت ان ال3 معالق ملح هيبقوا كتار، لان المعالق حرامية كبيرة، مش ان هي مساح، لا. فاخدت برضو عفوا، اخدت الشطه بتاعتي والملح بقى والكركم والبابريكا. البابريكا بتديها لون حلو، وبرضو الكركم كله فوائد زي ما احنا فاهمين. وطبعا ايه بقى، جبت علبه، عايزه تحطه في برطمان حطي، انا ما عنديش برطمان، جبت علبه وصرفت. لو في كيس، لو ولا برطمان ولا علبه، في كيس، في كيس، وهتروح حطاه في طبق وسايباه، تمام. وبعد كده بقى ايه، ابدا اغطي كده بالزيت
لازم يكون الزيت بتاعك زيت نظيف مش زيت تومين، عشان زيت التومين بيبقى ليه ريحة. تمام. وبرده جينا على البسارية بنفس الطريقة اللي عملنا بيها السردينة البلدي، تعملي برده بيها البسارية. البسارية دي بقى ايه، في خلال 3 ايام تقدري تفتحي عليها وتاكليها، وممكن في خلال يومين كمان. انا سبتهم بالظبط 5 ايام. تمام. كانوا بصوا بقى، عايزه اقول لكم ملبن كده، حاجه تحفه ما شاء الله تبارك الله، كانت حاجه طعمها زي العسل. عملت نفس الملح والكميه بتاعه الملح، يعني الكيلو عليهم 3 معالق امساح ملح. لو هتعملي المعلقه امساح، لو تبقى المعلقه هرميه كبيره، وخصوصا المعلقه اللي عندي دي معلقه كبيره، مش زي معلقه الرز، لا دي معالق اسمها معالق شوربه كده، هتلاقيها غويطه شويه لتحت، يعني بتشيل قد معلقه الرز مرتين. فحطيت منها الكيلو قلنا عليه معلقتين كبار هرميين، ومعلقه شطه ومعلقه كركم ومعلقه شطه وكركم ومعلقه بابريكا. تمام. بس معلقه كركم صغير. خلاص كده كان شكلها بالمنظر اللي انتوا شفتوه واحنا بنقفل العلب. وبعد كده ما شاء الله ايه، حطيت كل علبه في كيس وركنتهم. شايفين لونهم بقى جوه العلبه عامل ازاي؟ ما شاء الله، حاجه كده تحفه، ومش ليها ريحه وحشه ولا ليها، مش ليها يعني روايح زي ريحه الفسيخ ولا كده، لا ريحتها عاديه خالص ومش ليها ريحه اصلا. لو حافظت عليها من الميه وعملتي السردين بتاعك من غير ما يكون فيها نقطة مية، تأكدي ان مش هتلاقي له ريحة خالص، وهتلاقي طعمه حكاية. وقفلت عليه كويس قوي من الهواء والرطوبة، برضه هتلاقي طعمه حكاية. يعني كل السائل ده زيت، مفيش مية خالص. عشان كده لما تحافظي عليها هتلاقيها معاكي كويسة، وهتقدري ايه، تحطها في الفريزر، تحطها في التلاجة، تاكلي تستعملي زي ما انت عايزة. وخلي بالك المعلقة تكون ناشفة، مش مبلولة ولا كده. تمام. ما شاء الله طعمها تحفة. وهي دلوقتي بقى موجودة في السوق كتير كتير، يعني موجودة بغزارة في السوق. والاسعار بتتراوح او بتختلف بقى ايه عن كل يعني مكان عن التاني. احنا عندنا السردينة البلدي ب30، والسهلية ب20. يعني برضو لما نزلت مكان تاني لقيته ب35 وب25، فبتلاقي الاسعار ايه بتتفاوت يعني. تقدري بقى تقلي بطاطس بتنجان وطعمية، ويوم زي العسل، وهيتقضى يوم ويمشي يوم معاكي زي الفل. تمام. بصل اخضر، تديها ليمون، تديها بقى جرجير، اديها وقولي ايه، الله الله الله، انا ريقي جري تاني على الاكل. بس انا حبيت ان انا اكلها او اعملها واكلها. كان عندي برد شديد، كان الدكتور بيقول عليكوا على البصل، طب انا مش قادره اكل بصل، فقلت بقى انا هجيب حاجه تاكلني. ما شاء الله تبارك الله، كانت تحفه. وعملت ليا، وكنت اللي انا عملته ليا صورته، اللي عملته لاختي طبعا ما صورتوش، عشان طبعا هي حره وكل واحد ليه ايه حريته، فما صورتوش. بس بتحلفلي بتقولي يا ام ندى، اقسم بالله كان طعمه تحفه. لو حافظتي عليها من الميه صدقيني لو حبة ملح بس من غير شطة وكمون ولا اي حاجة ولا اي الكلام ده خالص، حافظت عليها من المية وحطيت عليها شوية ملح وسبتيها تفتحها على 3 ايام هتاكلها تبقى زي الفل وملهاش ريحة. يا اتمنى الفيديو بتاعي يعجبكم. كل سنة وانتم طيبين.